متابعين شلونكم؟ طبعا كلكم سألتوني عن موضوع حب اني وعمو امير. ما اريد باكر راح كل شي ينكشف، فاني اريد اكشف الحقيقة كلها، لان ماكو شي يبقى ينضم. احنا عندنا بالعراق كل شي ينكشف اني راح اكشفه. الموضوع اني كان عندي حبيب. الحبيب تركني. تعرفون احنا ما عندنا حب العراق يبقى ويا حبيبه 10%. فمن تركني تحول للوسط الفني وصار معروف شوية 10%. ما أعرف وش قد صار. أحس بيه تغير. وصلنا للخطوبة وزواج وكل شي انتهى، وبيناتنا صور وفيديوهات. حتى باكر لا تقولون شو ما حكيتي ما قلتي. هذا الشخص هسه هو تغير. هسه هذا الشخص اللي قلت لكم عليه كان حبيبي هو يحبني، وبيناتنا علاقة زواج وكل شي صار بيناتنا، سفر وفيديو وصور، لأن راح ينكشف فأني أريد أكشف. هسه هو يقول لا تجيبين اسمي لأن أني معروف، ولا تجيبين اسمي بالعراق، والفضيحة عيب بالعراق وتعرفين. لعد إذا أنت تعرف الفضيحة عيب من الناس، لعد من الله شلون؟ ما فكرت بالله قبل الناس؟ تستحي؟ من الله، من الله ما استحيت. هسه تستحي من الناس انت؟ اني اريد اكشف الحقيقة. بدا يقول لا تجيبين اسمي، واني ترى دير باكر تجيبين اسمي، اعرف فلان وفلان. اذا تعرف انت فلان وفلان ليش ما تدزهم للايتام للارامل؟ هاي العجايز والنساء تبكي بباب المقابر على الشهداء. هيك طلعوا عضلاتكم، مو علي تطلع. أنا أريد أكشف كل شي. إنه أنا عندي حبيب، والحبيب وصل للوسط الفني. بعد من وصل للوسط الفني شال خشمة علي، وأني عنادي اشتغلت بموضوع عمو أمير حتى يشوف إنه أني ترى مو أبقى عليه ولا. بس أنا ردت أعاند، وردت أسوي عناد ضد حبيبي اللي 3 سنوات و4 سنوات ترى مو شوية، أو سفر أو صور وكل شي صار بيناتنا. فأني حبيت أكشف قبل لا ينكشف، لأنه صار أحس يهدد يقول يعني دير بالك وعيب تجيبين اسمي، وأني معروف بالفن وبالوسط الفني وسمعتي، وبالعراق ما لا تحكين شي. فأني أقول لك إذا أنت تستحي من الناس من الله لازم همين تستحي يعني. أني أريد